اخيرا رد راجل باص على التليفون، كلموا السفير قال له احنا قاعدين هنا وحمدي جايب لك اكبر بلديه في العالم في التاريخ، مترين في المية، ومكتوب عليها ابداع، وقال احنا مجتمعين هنا عشان نحتفل بيكم بنجيب محفوظ، لان دلوقتي عيد ميلاد نجيب محفوظ وحمدي قال نحتفل بيك في مارس وعزمك على مصر نعمل احتفال عيد ميلادك في مصر. طبعا بتعمل ضجه اعلاميه كتير لما يقابل نوبل مصر ويجيب 2-3 نوبل تانيين، بيعمل ضجه كبيره اكبر من اي حمله اعلاميه. اليوم ده وصلنا حوالي 30 شهاده تقدير وجائزه. الكلام ده في ديسمبر يناير ديسمبر 95 يناير 96 مارس 96 بعد اتصلت بوزير السياحه الناشط الله يرحمه الدكتور منصور الفتاجي افضل وزير سياحه. المدخل ايه نجيب محفوظ، لكن انت بتكتب عن الكرنك وعن الهرم وعن طه حسين وام كلثوم بالظبط، وبعد كده الافلام بتاعت اللي عن روايات نجيب محفوظ كنت انا ساعتها كان قبل الموضوع ده كنت عامل حادثه على كرسي المحرك وبعد كده على ووكر مشاية، ورحنا البيت عنده. قلت له ممدوح البلتاجي قال لي هو عنده مواعيد تانية يعني صعب يستقبلكم وبتاع، استقبلنا. وبعدين قلت له ممدوح البلتاجي لما خلصنا بيسألني استقبلكم؟ قلت له وجاب لنا تورته وشاي. فالست حرم السيدة نعمة الله جايب الشاي والتورته، فهو ايده مشلوله لما قبليها على طول بشهور حصل الحادثه. قام سعدك عايز يقدم لنا احنا الشاي. لذلك انا اكتر عباره عجبت الاسبان قلتها من كل ده، لو في نوبل في الاخلاق والتواضع ياخدها نجيب محفوظ. قالوا احنا ما سمعناش العباره دي قبل كده، نوبل في الاخلاق والتواضع. جت مصلحه ان انا ما اديتهالوش، لان اللي انا اديتهم له اختفى. زي ما قلت لك يا استاذ محمد، عايزين نعرف ان الباقي من اسرته الجوائز دي راحت فين، بس ما حصلش اي اجراء في الموضوع ده. حياتي فضلت عندي من 94 وجاء وقتها. واحدة زي دي في واحدة زي دي في الفيشاوي يمكن شفتوها، ودي الفيشاوي كان المقهى المفضل له يعني. علاقة الشارع المنتجة بتقاعد سفير ده هي مصاب كده لمصر. هي أصلا جميل وبيحب التعاون لصالح ضحايا سيول جاليسيا أستوريس دي في شمال الأسبان، محاضرة عن نجيب محفوظ 2002 كان هو لسه عايش. فدي بتعمل انتشار لأدب نجيب محفوظ أكتر، لأنك أنت لازم تخاطب الآخر بما يهمه هو،
فبتمس شغاف قلب المواطن الاسباني بتاع امريكا اللاتينيه. وهنا ده خرطوشه دي اللي هي الشعار بتاع المكتب السياحي، هو نجيب محفوظ هنا اهو. ده دكتور محمد ابو العطا اديت محاضره وعزمته يجي وادى المحاضره معايا تكريم نجيب محفوظ. ده محمد ابو العطا دارس للدكتوره ياسمين، وهو زميل لاحمد وخالد وزميل ليا والجمال عبد الجواد وسناء مراتي اللي منوره. دكتور محمد ابو العطا وكان رئيس قسم اللغه الاسبانيه في الألسن. الوفد ده مستشار ثقافي اثناء انا كنت مستشار سياحي، جاي هو مستشار ثقافي، فكنا دفعه واحده ثقافي وسياحي. برضه ما حصلتش في اي سفاره تانية. وايه احنا زملاء تختة يعني مش اي زملاء يعني. المهم ان هو الوفد ده لما نزل قبل البلداني قلت نعمل يوم المكسيك وامريكا اللاتينيه في الألسن. يمكن دي المره الوحيده اللي اتعملت. هو محمد ابو العطا اللي رتب لي الموضوع ده مع العميد، والعميد حضر اليوم المصري المكسيكي قصدي في كليه الألسن لان هي كليتي، فعندي لازم يكون عندي وفاء. العنوان تكريم نجيب محفوظ. لاحظ ان في فيديو ورانا وانا بتكلم عن نجيب محفوظ بالفيديو، لان عارض فيلم حارة نجيب محفوظ. جولة بإسبانيا الحمد زكي محاضرات برضو على هنا بقى في مكتبات منتشرة في كل قرى ومدن إسبانيا، فلفيت المكتبات دي في محاضرات عن نجيب محفوظ ذات السيول اللي حصلت في الشمال. تسليم الجوائز المهداة إلى نجيب محفوظ بمناسبة عيد ميلاده. فعندنا عربي واسباني، ده بالعربي. في مقالة ليا عن المقهى نجيب محفوظ، عن تاريخ المقاهي وأهمية المقهى في أدب نجيب محفوظ، زي كشتومر مثلا، كشتومر اللي هي في الضغط، والفيشاوي طبعا، ريش علي بابا. وبمناسبة ريش بقى جبنا 100 اسباني متخصصين في ادب نجيب محفوظ السنه اللي قبل اللي فاتت. يعني الموضوع فضل مستمر. كان المفروض هيجوا يقابلوه، فلما ما حصلش جم السنه اللي قبل اللي فاتت، لا قبل الكورونا على طول 2019. لما جم 100 واحد دول قالوا عايزين محاضره نجيب محفوظ مثالهم في مكتبه اسكندريه. وابتكرنا شيء جديد اسمه ايه؟ خط سير نجيب محفوظ. زي ما في خط سير عائله مقدسه، في خط سير نجيب محفوظ. دي هي مش ابتكار بتاعي، ده هو صديقي اسباني اثناء المحاضره سالني السؤال ده، قال لي ليه ما بتعملوش زي ما احنا بنعمل في الدون كيشوت؟ فتعلمت منه انك انت تجيب جروب يزور خط سير نجيب محفوظ، بيبدا من بيته في على النيل من جنب نعمه، وبعدين تخش على ريش وتعدي على تقف عند القهاوي كلها اللي قاعد عليها مع الحراسات. بعد وسط البلد في ريش تكمل على قشطمر، بعدين تنزل على العباسيه وتخش على الجماليه في القهاوي اللي في الجماليه، وتختم ليه الفيشاوي. وممكن تتعمل مجموعات كتير زي كده. واتصلت بالاستاذ سلماوي، جه قابلهم وتعشى معاهم في الهيلتون اللي هو الريتز كارلتون دلوقتي، جه وقال لهم كلمه وبعت لحضرتك صوره. انا اصل السنه بتاعتي تبتدي في اكتوبر وتنتهي في ابريل، عشان بعد كده لا اصلح لشيء ما بين ابريل وسبتمبر. في وقته اكتب كل الا الخميس والجمعه. فتره الاجازه الطويله اما بتكون في فكره وانا بتفسح على شط النيل قاعد في قهوه بتشتغل بطريقه تلقائيه. يعني يمكن تلاقيني في اول الروايه بفكر في اخرها، مش واخد بالك، او موقف هنا او حته هنا او كده اهو. اما تبتدي السنه بتكون حصلت حاجات كتير.
في حاجات ابتديها بالصفر ساعات قليل، وبتكون في القصص القصيرة، ما اقدرش اجربها في رواية. أرى أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة، وأخيرا حب الموت.